السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في صحبة انتصار عطية في ختام فعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي بمنطقة السويس الأزهرية. شهدت منطقة السويس الأزهرية اليوم تحت رعاية فضيلة الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية ختام فعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي بحضور الدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية ومنسق عام المبادرة، والدكتورة دعاء صبري عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة إدارة الجودة ومنسق المبادرة بمنطقة السويس الأزهرية، وفضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والأستاذ قطب حسن نائب رئيس مجلس الآباء، ولفيف من السادة الحضور. وقد بدأت فعاليات حفل ختام المبادرة بزيارة معرض الأعمال التي تم تنفيذها خلال المبادرة، والتي شملت أعمالا متنوعة من اللوحات والمجسمات والمطويات والكثير من الأعمال التي تعبر عن القيم السبعة التي تم تناولها في إطار مبادرة أنا الراقي بأخلاقي. وقد أعرب السادة الزوار عن إعجابهم بجميع الأعمال المشاركة، وكذلك عن التعاون الموجود بين جميع المشاركين في هذا المعرض وفي هذه المبادرة. ثم تلا ذلك تقديم عدة فقرات من طلاب وطالبات معاهد منطقة السويس الأزهرية بجميع المراحل الدراسية، والتي تناولت القيم المختلفة المدرجة في المبادرة.